اهلا بيكم في فيديو اخبار جديد. بس النهارده الموضوع مختلف. الموضوع بتاع النهارده محتاج تركيز جامد جدا، علشان في كام تريكايه كده لو عرفتهم على مدار الفيديو ده هتخرج مبسوط جدا ومستفيد استفاده انت ما كنتش تتخيلها. في البدايه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، ان شاء الله يبقى شهر كله خير وسعاده على كل الناس. والنهارده انا طالع اقول لك ركز في الفيديو ده علشان احنا معانا العرض الجديد بتاع شركه وي لشهر رمضان، وبقول لك فضل نفسك في الكام دقيقه بتوع الفيديو دول عشان فعلا انت لو ركزت هتطلع مستفيد من الكام عرض اللي انا هقولهم النهارده، وهعرفك امتى فعلا تبقى انت محتاج العروض ديت وتشترك فيها، وتشترك في ايه فيها، طب تعمل ايه بالظبط عشان تستفيد، طب ما تعملش ايه وتوفر فلوسك. كل ده هنقوله لك النهارده في الفيديو. وفي برضه بعض التفاصيل كده اللي معظم الناس بتسال عليها وبيحصل عليها جدل في كل فيديو. طب انا لو عملت العرض ده واشتركت في الباقه دي، طب العرض ده مع الباقه دي، طب ايه اللي هيحصل، طب لو ده خلص وده قبل ده. انا هخرجك فاهم كل حاجه. وكمان معانا النهارده برضه خبر قوي جدا ده يعني لازم تشوفه، وهو بخصوص الاعلان بتاع فودافون اللي اتمسح. لو انت مش واخد بالك كده، ففودافون نزلت اعلان في خلال الكام يوم اللي فاتوا، والاعلان ده اتمسح من كل وسائل التواصل الاجتماعي. هعرفك الاعلان ده اتمسح ليه والاعلان ده اصلا كان عن ايه. وبعد كده في معانا خبر قوي جدا من تطبيق انستا باي. فمش معقول بقى انا جايب لك كل الاخبار الجامده جدا ديت وما تدينيش اللايك الجميل بتاعك وتنزل تشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل الاخبار وكل الحاجات الجامده في وقتها. يلا بينا نبدا مع العروض بتاعت شركه وي في رمضان. واول عرض معانا لكل عملاء شركه وي وهو على واتشت. لو انت عايز تشترك في واتشت فانت هتاخده بخصم كبير جدا، وكمان هتاخد جيجات اضافيه تتفرج بيها على واتشت علشان ما يخصمش من الباقه الاساسيه بتاعتك. بص، انت عندك نظامين للاشتراك في واتشت عن طريق شركه وي. واول حاجه اشتراك لمده 6 شهور وده ثمنه 148 جنيه، ونظام تاني هو اشتراك لمده 12 شهر او لمده سنه وب 285 جنيه. طب هتستفيد ايه لما تشترك 6 شهور على بعض او 12 شهر على بعض بدل ما تقعد تشترك شهر في شهر من واتشت نفسها او من شركه وي برضو نفسها؟ اول حاجه الموضوع ارخص لو حسبته على موضوع الشهر كل شهر بشهر. تاني حاجه ان انت بتاخد جيجات مخصصه لواتشت، اول ما بيخلصوا تبدا بقى تستخدم من الباقه الاساسيه بتاعتك. بس خلي بالك عزيزي المشاهد، العرض ده متاح دلوقتي بس وفي رمضان بس، يعني انت لو جيت تشترك بعد رمضان مش هيبقى فيه جيجات هديه، فانت لو خدته على دلوقتي على بعضه هتستفيد بقى بال10 جيجا هديه كل شهر، بالاضافه الى الخصم ان انت واخد الباكج كلها على بعضها. يلا بينا بقى نروح لموضوع ال 2000 جيجا اللي وي عاملاه في رمضان السنه دي، اللي مسمياه جيجا تانك الجيجات. هو فعلا اسم على مسمى 2000 جيجا. بص يا سيدي، العرض بتاع وي السنه دي هو عباره عن جيجات اضافيه زي ما بيحصل كل سنه، ولكن السنه دي الموضوع مختلف شويه لان الجيجات دي اكتر وثمنها برضو اغلى من المره اللي فاتت. يعني قبل كده كان بينزل بدايه من 100 جنيه، ممكن ب 100 جنيه تشحن باقه. ال 100 جنيه معروفه ان هي ما تعادل تقريبا 100 جيجا، ولكن انت كنت تاخد بيها 200 جيجا. دلوقتي انت هتاخد برضو جيجات تضاعف الفلوس اللي انت بتدفعها، ولكن بتبدا من 250 جنيه. يعني مثلا اول باقه اضافيه ممكن تحطها ثمنها 250 جنيه تديك 500 جيجا، وتاني باقه ثمنها 1000 جنيه بتديك 2000 جيجا. اصبر بقى معايا عشان اقول لك ازاي تستفيد اقصى استفاده من الباقات دي لو انت فعلا محتاجها، وامتى لو انت فعلا هتبقى مش محتاجها فتوفر فلوسك واكنك ما شفتش اي حاجه من الباقات ديت وتدور على اي عروض ثانيه، او مثلا عرض بتاع واتشت او رمضان او الحاجات دي. طبعا انا كنت اتمنى ان موضوع العرض ده يحصل زي كل سنه، ان هو يبدا من 100 جنيه، اي حد يشحن ب 100 جنيه ياخد ضعفها. هو كان موجود اصلا قبل رمضان في عرض اللي هو ال 200 جيجا تديك 400، ولكن ده اتلغى بقى دلوقتي 250 تديك 500. 250 مش فارقه، انا بس اللي كان نفسي يبقى موجود واتمنى ان هو يبقى موجود في شهر رمضان الفتره الجايه، اللي هي ال 100 جيجا تديك 200 جيجا او 100 جنيه تديك 200 جيجا. ده يعتبر حاجه كويسه جدا، ده كان مناسب لكل الناس، يعني ما كانش في حد ما بيستفيدش بيه. ولكن العرض اللي احنا هنتكلم عليه النهارده ده لناس معينه وحالات معينه انا هقول لك عليها، وحتى لو مش ده استخدامك ممكن اقول لك برضو على حاجات تستفيد بيها. بص يا سيدي، الحاله الاولى لو انت اصلا استخدامك كبير للانترنت، يعني انت مثلا بتستخدم فعلا 500 جيجا 600 1000 2000 في الحاجات الجامده دي، فبالتاكيد طبعا انت كده هتوفر. يعني انت كده بدل ما تقعد تجدد الباقه اكتر من مره او تشحن باقات اضافيه باسعارها القديمه، لا انت كده مستفيد في هذا الموضوع. الحاله الثانيه بقى، ودي انا واحد منهم، هم الناس اللي استخدامها مش جامد قوي في الجيجات او مش توصل للارقام الكبيره، ولكن بتحب تستغل الفرص. يعني هو انا مثلا دلوقتي في عندي كام لعبه عايز اعمل لها ابديت وكام حاجه عايز اعمل لها داونلود، واجمع كده شويه افلام ومسلسلات وحاجات عندي اقعد اتفرج عليهم ل6 شهور قدام. لا في عرض دلوقتي راح جاي مستغله واخد العرض، منزل الحاجات اللي انا محتاجها كلها بنص الثمن تقريبا، بدل ما استنى بعد العرض واقعد اتفرج عليها على مدار الفتره ديت بسعر اغلى. فكده اول حالتين هيستفيدوا من العرض ده. طب الحاله الثالثه بقى عباره عن ايه؟ اللي هو كده وكده، يعني ايه، انت مثلا استهلاكك مش عالي ومش قليل ومفيش حاجه في دماغك انت مثلا محتاج تنزلها دلوقتي، او مفيش حاجه انت كنت مستني مثلا عرض زي ده عشان تنزلها، اللي هو استخدامك مثلا في رينج 300 جيجا 250 جيجا 400 جيجا. الحاله دي انت مثلا مشترك على 140 جيجا، وبدل ما بتقعد تشحن بقى 100 في 100 في 100 او تجدد ال 140 اكتر من مره، ممكن تروح جاي خابط واحده 140 مع ال 250 جنيه دول، بقى نفس ال 300 جنيه او 350 جنيه انت تدفعهم، بس خدت تقريبا 500 و140 يعني 640 جيجا. فتفك بقى على نفسك، ده رمضان هستهلك بقى اتفرج براحتي، اعمل مش عارف ايه براحتي، اقعد على الانترنت كتير،
فافك الدنيا على نفسي وابقى مستفيد. الحاله الرابعه بقى معانا النهارده وهي الناس اللي استخدامها اقل من الكلام ده، اللي هو واحد اصلا بيشحن باقه 140 جيجا وبيكفيه. طب بيشحن باقه 140 جيجا بتقعد معاه 20 يوم او 25 يوم، او ممكن يسندها كده ب 50 جيجا في النص، فالشهر كله بالنسبه له ما بيدفعش فيه اكتر من 200 جنيه او 250 جنيه. في الحاله دي وفر فلوسك، سيبك بقى من العروض وان في مش عارف ايه، لا الحق استفيد بالمش عارف، ما فيش الكلام ده. وفر فلوسك، انت كده كده استخدامك قليل فانت مش محتاج الكلام ده. ما تخليش العروض تغريك، زي مثلا ما تكون انت في كارفور وتلاقي في عرض على الجبنه فتجري تروح تشتري الجبنه عشان العرض اللي عليها وانت اصلا تفتكر ان انت ما بتحبش الجبنه. في بقى تريكايه قلت لك هقول لك عليها عزيزي المشاهد في الاخر، وهي ان انت تيجي اخر يوم في رمضان او اخر قبل ما رمضان يخلص كده بيومين عشان تضمن ان العرض لسه موجود، وتروح جاي شاحن مثلا 500 جيجا اللي هي 250 جنيه فتديك كمان شهر بعد رمضان. دي تركية جامده جدا انا بعملها في كل رمضان بصراحه يعني، فلازم تستغلوها عشان تبقى وفرت في رمضان ووفرت في الشهر اللي بعد رمضان كمان. نيجي بقى لاكتر حاجه بتثير الجدل في كل فيديو من فيديوهات الباقات الاضافيه. الباقه دي بتترحل ولا ما بتترحلش، طريقه ترحيلها ازاي، ولو شحنت ايه وعملت ايه، طب في جديد في الباقات بتاعت المره دي. بص يا سيدي، المتعارف عليه في الباقات الاضافيه بتاعت شركه وي ان هي بتترحل، مده صلاحيتها 30 يوم من وقت الشحن بتاعها. بس ما ينفعش يبقى عندك باقه اضافيه والباقه الاساسيه خلصانه، لازم يبقى في باقه اساسيه شغاله والاضافيه دي موجوده فوقيها. الاساسيه خلصت ولسه في اضافيه موجوده، الانترنت هيقف، لازم تجدد الاساسيه علشان الاضافيه تروح معاك للاساسيه الجديده بتاعت الشهر الجاي. طب هتقول لي يا انيس انا كده اترحل من عندي مثلا 200 جيجا كانوا باقيين معايا من الباقه الاضافيه مع ال 140 جديده بتاعت الشهر الجديد، كده هيبدا يستهلك من انهي؟ هيستهلك عزيزي المشاهد، وباكد عليك تاني عشان في ناس قاعده تقول في الفيديو اللي فات لا او مش لا، بيستهلك من الباقه اللي ميعادها هيخلص الاول. الباقه الاضافيه دي انت كنت شاحنها مثلا بقالها 15 يوم ففاضل فيها 15 يوم بس اللي باقيين، انما الاساسيه اللي هي ال 140 جيجا اللي انت لسه مجددها دي لسه قدامها 30 يوم. هيبدا يستهلك من 200 جيجا الاضافيه اللي كانت باقيه معاك من التجديد اللي قبليه، واول ما ال 200 جيجا دول يخلصوا او الميعاد بتاعهم يخلص، لان هو اوريدي هيبقى اقل من ال 30 يوم اللي انت لسه مجددهم، هيبدا بقى يخش على الثانيه اللي هي ال 140 جيجا اللي لسه جديده او اللي انت لسه مجددها. ده السيستم بتاع شركه وي، ده اللي انا مجربه بنفسي، ده اللي انا اتاكدت منه من الشركه، ده اللي انا بقوله كل مره، وده اللي كل مره بتلاقي ناس في الكومنتات تقول لي لا يا انيس انا بس بجدد الباقه، بيستخدم الباقه اللي لسه متجدده وسايب اللي هي اصلا خلاص فاضل لها 3 4 ايام وتخلص وانا مش لاحق. مفيش الكلام ده، وانا متاكد 100% من المعلومه دي في الباقات الاضافيه بتاعت شركه وي. انت بقى حصل عندك عكس كده، حصل حاجه مختلفه عن كده، انت كده عندك مشكله، كلم الشركه وارجع لهم. ولو في حد في الكول سنتر قال لك لا ده العادي، قول له لا ده مش العادي، العادي اللي انا بقول لك عليه. يعني لو لقيت موظف بيقول لك عكس اللي انا بقوله قول له لا ده مش عادي، وكلم السوبرفايزر او اقفل واتصل بواحد تاني، هو هيوصل ان هو يحل لك مشكلتك. يلا بينا بقى نخش على الخبر اللي بعد كده، وهو عن فودافون والاعلان بتاعهم اللي اتمسح بعد ما نزلوه. كانوا عاملين اعلان لعيد الام وفجاه الاعلان ده اتمسح من على كل وسائل التواصل الاجتماعي بعد ما نزل. انا الاعلان معايا وشفته وكنت اتمنى ان انا اعرضه لك، بس المشكله ان انا ممكن اخد كوبي رايت، فانا هحكي لك قصه الاعلان بتمشي على ايه او ايه اللي بيدور في الاعلان ده وايه السبب ان هو اتمسح. الفكره من الاعلان ان الام لازم تفضل ابن عن ابن تاني، ولكن اهم حاجه ان هي الافضل عندنا كلنا، ده فكره الاعلان. فالاعلان كله بقى بيبين كذا شخصيه وكذا بيت، وفي كل بيت ان الام بتفضل طفل عن طفل تاني او ابن عن ابن تاني. يعني مثلا اول حاله بنتين صغيرين بيسالوا مامتهم انت بتحبي مين فينا اكتر، فبتقول لهم السؤال ده اندور 2 1، بس لما بتسالها على باسورد واي فاي لقيتها عاملاه باسم اختها، فكده يعني هم بيحاولوا يبينوا ان هي بتفضل اختها عنها. طب الحاله اللي بعد كده واحد قاعد على ترابيزه السفره وقاعد مستني الاكل، فبيقول فين الاكل وعايز ياكل وبتاع، قالت له ما تمدش ايدك على الاكل او ما تاكلش لحد ما اخوك يجي من بره، وهي بتعمل الاكل اللي اخوه عايزه مش اللي هو عايزه، يا ماما انا عايز كذا، فلا عشان ده طروقه بيحبه. والاعلان بقى كله مشابه لكده. حاله بعد كده مثلا بتقول لبنتها فريده انا جبت لك مربى القطعه اللي انت بتحبيها، ففي 2 اخوات تانيين بيقول لها ايوه ماما بس انا وفريده بنحبها كريمي، فتقول له لا اضربها في الخلاط، يعني اخبط دماغك في الحيط، هو فريده اهم حاجه عندي. فالاعلان للاسف يعني داخل كده في سكه مش حلوه، فاللي هو يعني الناس ما تقبلتش الاعلان، وانت ده عيد الام، فانت ايه وجهه نظرك ان انت في الاعلان عايز تفهم الناس او توجه الناس ان الام بتفضل ابن عن بقيه الابناء؟ حاجه غير منطقيه فعلا، واعلان مش عارف مين اللي عمل الفكره دي او مين اصلا كان دي وجهه نظر ان هو يعمل الفكره السيئه جدا دي. فالناس ما تقبلتش الاعلان، وفودافون على الفور، ودي حركه محترمه جدا فعلا لما يبقى في حاجه الناس ما تتقبلهاش ان هي تمسحه، وفعلا الاعلان اتشال من على كل وسائل التواصل الاجتماعي من على الصفحات الرسميه بتاعت فودافون. ولكن بالتاكيد طبعا في ناس نزلته، ممكن بقى تقعدوا تسيرشوا عليه كده وتدوروا عليه، ولكن ما انصحش حد عشان اعلان مستفز، يعني ما انصحش حد ان هو يروح يدور عليه ويتفرج عليه. واخر خبر بقى معانا النهارده، وده خبر محمس جدا. طبعا عارفين ابلكيشن انستا باي تحول من اي بنك لاي بنك في نفس اللحظه زي فودافون كاش كده وزي المحافظه الالكترونيه، فخلاص دي حاجه جامده جدا بقى. ولكن كان في مشكله في انستا باي، او ما تعتبرش مشكله بس يعني عشان كان لسه برده الموضوع بالتجريبي في الاول، ان مبالغ التحويل كانت بسيطه، يعني لا تتناسب مع حجم المعاملات الماليه للبنوك. كانت مبالغ
المبالغ ممكن تمشي لمحافظ الكترونيه، معاملات بسيطه، انما الناس بقى بتتعامل مع بنوك، فالناس ممكن تبقى عايزه تشتري حاجات كبيره او حاجات غاليه، فللاسف كان انستا باي ليه ليميت محدد. ولكن دلوقتي عزيزي المشاهد بقرار من البنك المركزي تم تعديل هذا الحد الاقصى، وبقى بدل 50,000 في العمليه الواحده بقى 70,000، وبدل من 60,000 في المعاملات اليوميه بقى 120,000، وبدل من 200,000 في المعاملات الشهريه بقى 400,000 جنيه في الشهر. دي انا شايفها حاجه قويه جدا بالنسبه لكل الناس بقى. اي حد كان بيتعامل في بانستا باي في شغله، اي تجار كانوا ممكن يستلموا عليه فلوس من العملاء بتاعتهم، كده هتخلي العملاء ما يحتاجوش يقعدوا يروحوا يدفعوا فلوس نقديه، لا التاجر ممكن يستلم اي مبالغ على انستا باي. الناس اللي كانت بتبقى محتاج تشتري حاجات بمبالغ كبيره، فطبعا مش امان خالص انت تمشي بمبالغ كبيره معاك في الشارع، فالتحويل كان سهل، تروح تشتري اي حاجه حتى لو بمبلغ كبير، حتى لو حاجه كبيره، خلاص الموضوع كله بالابلكيشن بتاع الموبايل في ثانيه. والامن يعني الموضوع امن لدرجه ان هو بيجي يقول لك اول اسم من الشخص اللي انت هتحول له وحرف من الاسم الثاني والثالث والرابع، فانت كده عمرك ما هتحول غلط وعارف فعلا انت هتحول فلوس لمين. فالموضوع امان جدا، هيبقى مفيد لكل الناس، او لكل الناس اللي عايزه تدفع مبالغ كبيره او الناس اللي عايزه تدفع مبالغ صغيره. وكده احنا خلصنا. متنسوش بقى يا جماعه الفيديو ده لو عجبكم واستفدتوا منه تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، وطبعا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك وتويتر والجروب الجديد بتاع الفيسبوك علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. To make time for your feelings, but you have to admit